ازاي ألف أسطورة للرواية بتاعتي؟ عزيزي الكاتب، خليني أحكي لك. بس قبل ما أبدأ أنا هكلمكم عن أسطورة اسمها النوبيرا بو، عشان هي دي اللي هبني عليها الكلام. الأسطورة دي تبقى أسطورة يابانية بتتكلم على كائن ما بيكونش عنده لا ملامح، وشه مبهم وما عندوش حواس. بيسموه بالشبح ذو اللاوجه. كل اللي بيعمله هو إخافة الناس، بس فعليا هو مش بيأذيهم. بيظهر أحيانا كشخص مألوف للضحية، بعد كده بتختفي الملامح ببطء ببطء ببطء، لحد ما يبقى وشه مجرد طبقة من الجلد الخالي من أي تعبير أو الملامح. طيب، الفكرة هنا بسيطة جدا، ممكن نبني عليها كتير. فماذا لو إن أنا عايزة ألف أسطورة كاملة على نوبيرا بو واستخدمها في رواية رعب؟ وقتها هعمل إيه؟ هحكي لك. لو هكمل كلام على أسطورة النوبيرا بو، فأول حاجة هسألها لنفسي: هل هو كائن، ولا هل هو شبح، ولا هل هو محارب، ولا هل هو إيه بالظبط؟ بالنسبة لنوبيرا بو فهو كان شبح، فأنا هسيبها زي ما هي ومش هغيرها. تاني حاجة هفكر فيها هي الهدف بتاعي والهدف بتاع الكائن. يعني الهدف بتاعي إن هو هيكون حاجة هستخدمها في رواية رعب، صح؟ فبالتالي أنا عايزاها مخيفة. طيب، هدف الكائن يعني هو اللي هو بيعمله ده بيعمله ليه؟ فهو مثلا هيكون بسبب الانتقام، وهنتكلم دلوقتي انتقام ليه بس قدام. هو بقى بيعمل ايه في الضحايا بتوعه؟ في الأسطورة الأساسية هو بيخوفهم، بس في الأسطورة بتاعتي اللي أنا هعملها في الرواية هخلي إن هو بيسرق ملامحهم ويستبدلها ببتاعته. يعني هما يبقوا من غير ملامح وهو ياخد الملامح بتاعتهم. بعد كده هنبدأ نفكر في قواعد ظهوره. يعني هو بيطلع امتى؟ الصبح، بالليل، لما بيكون في مثلا وقت الأعاصير. فأنا قررت مثلا إن هو هيبقى بيطلع قبل الفجر في المناطق المهجورة. طيب، الطقوس بتاعته، هو بالنسبة للأسطورة بتاعتنا هو بيظهر لوحده، صح؟ بس انت ممكن في الأسطورة بتاعتك هو ما يكونش الكائن ده بيظهر لوحده، هو يكون في طقوس لتحضيره. فعلى حسب بقى انت عايز ايه. بعد كده، ازاي احمي نفسي منه او اتخلص منه؟ فكرة اللي بيحضر عفريت يصرفه، ودي اتكلمت عنها في فيديو قبل كده، ممكن تبصوا عليه. بالنسبة للأسطورة بتاعتنا هتبقى ان انت اصلا المفروض تكون عارف اسم الكائن ده وتكرر اسمه 3 مرات. اصل الأسطورة بقى، كل أسطورة لازم بيكون ليها أصل. يعني ايه أصل؟ يعني هي جاية منين، أو الحاجة دي الحاجة دي مثلا موجودة من زمان بسبب ايه، وهكذا. فمثلا أصل الأسطورة بتاعتنا هنألف إن هي شخص اتولد بملامح مشوهة، تمام؟ فالناس كلها كانت بتنفر منه وبتبعد عنه وبتعامله بطريقة مش كويسة، لحد ما مات في عزلة تماما، وحيد متألم. ومن ساعتها لأن هو ما اتدفنش بأسلوب كويس، والناس سابت جثته تتحلل في الهوا مع نفسها من غير ما يدفنوه بأسلوب لائق، الشبح بتاعه بقى بيظهر للناس ويسرق ملامحها انتقاما منهم. احكي لي بقى عزيزي كده، لو انت هتألف أسطورة للرواية بتاعتك سواء كانت رعب أو أي حاجة تانية، هتعمل فيها ايه؟ عايزة اشوف ابداعك في الكومنت، سواء بقى ان انت هتستخدم نفس الكائن اللي هو النوبيرا بو وتغير عنه كل حاجة تانية، او ان انت هتألف حاجة اصلا ملهاش وجود.